حطم أبنائك بالاستبداد. رسالة ندم من أم لمراهقين بتقول: أنا حطمت ولادي، أنا دمرت شخصياتهم، بس والله ما كان قصدي. أنا اتربيت مع أم متسلطة بتؤمر بس، الكلمة كلمتها والشورى شورتها زي ما بيقولوا، واللي كان بيقول رأيه فينا أنا وإخواتي كان بيبقى عاق وكأنه ما ترباش، فما بقيناش نقول لها حاجة وبنسمع كلامها وخلاص. فأنا اتربيت على الفكرة دي، إن الأب والأم كلامهم مسموع من غير نقاش، وللأسف من غير ما أدري بقيت أطبق نفس أسلوب التربية ده مع أولادي. كلامي أوامر ومفيش مساحة للنقاش في معظم الحاجات. عايزاهم ينفذوا كلامي، بس بصراحة مش بطلب منهم حاجات فوق طاقتهم، بس كلامي أوامر. معظم كلامي معاهم من كلمة واحدة: اصحى، استحمي، البس، ذاكر، صلي، نام، كل. انا ما ادركتش ده غير لما مره كنت واقفه بطبق الغسيل وهم كانوا بيتكلموا ومش واخدين بالهم اني سامعاهم. سمعتهم بيتريقوا عليا وبيقولوا: هي ماما عمرها ما قالت 3 كلمات على بعض ولا ايه؟ كل اوردر عندها من كلمه واحده. لاحظت ان ولادي ما لهمش راي، مش بيعرفوا يتكلموا في اي موضوع تقريبا. لما حد بيسألهم عن رأيهم في ابسط حاجة زي يحبوا ياكلوا ايه، يتلجلجوا وما يعرفوش يردوا. فانا اللي برد. بحس ان شخصياتهم ضعيفة وانهم اصغر من سنهم، ومش بيعرفوا يعملوا حاجة تقريبا غير لما اديلهم اوردر بيها، رغم انهم كبروا وبقوا في اعدادي وثانوي. انا منهارة وحاسة اني فشلت في تربية عيالي وبوظتهم وطلعتهم ضعفاء الشخصية. اعمل ايه عشان اصلح غلطتي؟ ديانا باومراند، عالمة النفس المشهورة والمتخصصة في علم النفس الارتقائي والإكلينيكي، بتقسم أشهر أنواع التربية ل3 أنواع، منهم التربية الاستبدادية أو السلطوية، اللي أشهر سماتها التواصل من اتجاه واحد. الأم أو الأب فقط هم اللي بيأمروا، ونادرا لما بيسمعوا كلام ولادهم أو إنه يكون في تواصل رايح جاي. لو أنا أم سلطوية مش بهتم قوي إني أشرح لولادي ليه منعت عنهم حاجة ولا ليه بوافق على حاجة تانية. أهم حاجة عندي إنهم يسمعوا كلامي وخلاص. كل المطلوب منهم إنهم ياخدوا كلامي مسلم بيه وينفذوه. بس لو غلطوا ولا ما نفذوش كلامي، عقابي بيكون شديد جدا، ممكن يوصل للضرب في حالة فشلهم أو تقصيرهم. طب ليه في بعض الأهالي بتتبع الأسلوب الاستبدادي العنيف ده في التربية؟ ل3 أسباب ولادنا ملهمش أي علاقة بيهم. أول حاجة سمات الشخصية النرجسية، وده اضطراب نفسي مشهور. بعض الآباء والأمهات بيكون عندهم الاضطراب ده أو عندهم بعض سمات منه. من ضمن أعراضه التواصل بالطريقة دي بسبب شعور الشخص النرجسي بتضخم ذات كبير. انت مين انت عشان تتكلم معايا ولا ترد عليا ولا تناقشني؟ مش بيتعاطف مع الآخرين، وسلوكه مشهور بالغطرسة والتعالي. وتاني سبب ممكن نسميه أصلي ما عنديش خلق. في بيوت كتير من بيوتنا من صباحية ربنا كل اللي الأم بتقوله: اصحى، صلي، ذاكر، كل، سيب الزفت اللي في إيدك، يلا ذاكر، يلا اخرج، يلا البس، يلا نام. حاجة في منتهى استنزاف الطاقة لينا ومتعبة ومملة جدا للولاد. لما بسأل الأمهات اللي بتواصل معاهم اللي بيكونوا بيتعاملوا مع أولادهم بالطريقة دي، بقول لهم: انتوا ليه بتعملوا كده؟ بتقولي: اصل ما عنديش خلق، اصلهم مش هيسمعوا كلامي غير لو عملت كده. فخلاص اتكونت فكرة في مخها ان ولادها مش هيسمعوا الكلام غير لو تواصلت معاهم بطريقة الاوردرات، رايح بس مفيش رايح جاي. وتالت سبب تربية الأهل، زي صاحبة رسالة النهاردة، هي اتربت أصلا بالطريقة دي وما اتعلمتش طريقة تانية تربي بيها ولادها. بعض الأهالي اللي اتربوا بالطريقة الاستبدادية وبيربوا ولادهم بنفس الطريقة بيقولوا كلام من نوعية: ما احنا اتضربنا وطلعنا زي الفل أهو، فبيكملوا مع ولادهم بنفس أسلوب التربية. ايه هي التبعات السلبية للتربية الاستبدادية او السلطوية على ولادنا؟ النوع ده من التربية بيعمل مشاكل كتير. هقول لحضرتك 5 تبعات سلبية. اول حاجة مشاكل في النمو الاجتماعي. بعض ولادنا وبناتنا اللي اتربوا بالطريقة دي ما تعلموش من وهم صغيرين ازاي يكون في تواصل. الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتهم بتبقى ضعيفة، لانهم لما فتحوا عينيهم على الدنيا شافوا باباهم او مامتهم بيكلموهم من اتجاه واحد. انا كولد او بنت مش ببقى اتربيت ازاي اعبر عن رأيي بأدب، يعني ايه نقاش، ازاي اسأل سؤال استفهم بيه عن حاجة، ازاي حتى اعترض. فلما بكبر وانا مفتقد المهارات دي ممكن يبقى عندي مشكلة حقيقية في التواصل مع الناس وإقامة علاقات سوية بعد كده. وتاني حاجة مشاكل سلوكية. للأسف النوع ده من التربية بالذات لما يكون فيه سلطوية أو استبداد شديد ممكن ينعكس على بعض الولاد والبنات ان يبقى عندهم سلوك عنيف، فتلاقيهم بيضربوا اخواتهم او اصحابهم في المدرسة او على طول منفعلين وعصبيين.
او زي ما بنقول عليهم مهايبرين، وممكن يواجهوا صعوبة في ضبط النفس. وتالت حاجة مشكلة اهالي كتير بيشتكوا منها عند ولادهم وبناتهم المراهقين، ضعف الثقة بالنفس بسبب عدم التواصل الجيد وكثرة العقاب. بعض الولاد والبنات بيحسوا انهم مش محبوبين، مرفوضين، وده بيأثر جدا على ثقتهم بنفسهم وتقبلهم لذاتهم. ورابع حاجة العند، الشكوى الأشهر والأكثر شعبية من ولادنا المراهقين. أنا بأكد لحضراتكم إن التربية الاستبدادية والتواصل بالطريقة دي من أكتر الحاجات اللي بتخلي ولادنا يعندوا معانا. ليه؟ لأن محدش يستحمل 24 ساعة أوامر وكلام اتجاه واحد زي القطر. دخلوا على ده بقى ان العند اصلا جزء منه مرتبط بالمرحله العمريه بتاعه المراهقه، عشان كل واحد في ولادنا وبناتنا بيبدا يحس انه عايز يكون شخصيته وعايز يقول رايه ومش لازم ياخد اوردرز زي ما كان بياخد وهو صغير، وفي حاجات عجباه وفي حاجات مش عجباه. فلما الحاجات دي يلاقي الناحيه التانيه قطر جاي بيصطدم بيها بيعند اكتر وبيقاوم اكتر، فبيصعب التواصل اكتر. وخامس حاجه الصراع المستمر. ما هو ثانيه واحده بالمنطق البسيط، لما يكون معظم كلامي اوامر 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 والناحيه التانيه محدش يستحمل كده، وفي شويه عند جاي من المراهقه وابتدوا يتعصبوا كمان، فهيرفضوا بعض الحاجات وما يلاقوش من عندي مرونه من الناحيه التانيه ويلاقوا صدام اكتر واستبداد اكتر. البيت هيبقى مولع بالخناقات 24 ساعه. مش بس كده، البيت بيكون بيئه طاردة، فبتحصل هنا المشاكل اللي من نوعية ان الولاد والبنات يفضلوا قاعدين في اوضتهم طول النهار والليل، يمكن حتى ما يرضوش يخرجوا ياكلوا معانا، ولما يكبروا ويبداوا يخرجوا لوحدهم هتلاقيهم بيقضوا ساعات طويلة بره البيت، ساعات يمكن يجوا على النوم وخلاص، عشان هم مش عايزين يقعدوا في البيت، عشان عارفين ان القعاد في البيت يعني خناقة. طب اصلح ده ازاي ما حطمش ابنائي بالتربيه الاستبداديه؟ هقول لحضرتك 4 نصايح. اول حاجه حولي الاوامر لاسئله قدر المستطاع. يعني بدل ما تقولي له سيب الزفت اللي في ايدك ده الموبايل وقوم ذاكر، تقولي له حبيبي قدامك قد ايه وتسيب الموبايل وتقوم تذاكر؟ حبيبي هتلعب شويه وبعدين تقوم تاخد دش عشان نازلين، ولا تاخد دش وتلبس دلوقتي وتبقى تلعب لما نرجع؟ طب ايه ميزات الموضوع ده؟ اولا السؤال اللهجه بتاعته اخف شويه من الاوردر فصعب يقلب بخناقه. تاني حاجه بيدي ولادنا احساس انهم عندهم اختيار، مش ان انا كأم اللي عماله اتحكم فيهم واقول لهم يعملوا ايه امتى. لا، انا بسألهم، يعني مستنيه اسمع رأيهم وقرارهم، ومفيش مشكله ان انا وافق عليه. وده بينمي عندهم احساس انهم كبروا مش بيصطدم معاه. وتاني حاجه لو سمحتي اسمعي الرسائل. انا مؤمنه ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلي ولادنا يقولوا كلام احنا محتاجين نسمعه، بس مش هنعرف نسمعه طول ما احنا قافلين ودنا وبنتواصل معاهم باتجاه واحد بس. لما نديلهم مساحه للنقاش ونديلهم مساحه يقولوا رايهم ونسمعه ونتناقش معاهم ونفهمهم، وارد انهم يقولوا لنا حاجه نكون فعلا غلطانين فيها او محتاجين نراجع نفسنا فيها. فلو فعلا عايزه تغيري طريقه تربيتك دي، قللي الكلام واكثري من الاستماع. وتالت حاجه حطي قواعد. مثلا عندنا خناقه كل يوم على الصحيان للمدرسه، تجيبي ابنك ولا بنتك في وقت تكونوا رايقين فيه كده، مش بعد الخناقه على طول، وتتفقوا مع بعض حبيبي ايه رايك نعمل اتفاق كده على موضوع الصحيان؟ انا مش مبسوطه ان احنا بنتخانق كل يوم، ولا ان انت بتنزل وانت متضايق ومتعصب، ولا انا صوتي بيجيب اخر الشارع كل يوم الصبح. ايه رايك نعمل اتفاق في الموضوع ده؟ مثلا كل اسبوع هتلتزم فيه هجيب لك هديه صغيره، بس في نفس الوقت لو ما التزمتش هتتحرم من حاجه معينه، وتتفقوا على المكافاه وتتفقوا على العقاب عشان ما يرجعش بعد كده يعترض، وتكوني سريعه في المكافاه وتجيبيها له فعلا لو التزم بالصحيان. واخر حاجه واهم حاجه ما ينفعش نغفلها، المتابعة. يعني تقولي له ان باذن الله هنقعد زي النهارده الاسبوع الجاي علشان نقيم الاسبوع اللي فات عملت فيه ايه واجيب لك الهديه اللي انت عايزها. ولازم تكوني ملتزمه باللي اتفقتي عليه عشان كلامك ما يفقدش مصداقيته عند ولادك. واخر حاجه لو فعلا عايزه تتغيري ومش قادره وبتلاقي نفسك شويه تهدي وبعدين ترجعي لاسلوب التربيه الاستبداديه ده، لو سمحتي الجئي لطبيبه او لمعالجه نفسيه تساعدك تشوفي المشكله فين وتشخصك وتحط لك خطه علاجيه وتنفذي التدريبات بتاعتها، وباذن الله تساعدك في ان انت تبني جسور تواصل جميل مع اولادك. وربنا يعلمنا كل حاجه حلوه فيها خير لاولادنا يا رب. سلام عليكم.